مجال أو مشروع أو وش حبيتِ تسطّر مستقبلًا أمور في حياتك ولا في موهبتك ولا في مجالك العملي؟ أولًا في عندي العديد من المشاريع. نعم، من أهم المشاريع هو برنامج دبلوماسية ثقافية نعم، اللي غادي ندخل فيه في عمل أدبي يربط بين الجزائر والدول المجاورة إن شاء الله. بالتنسيق مع وزارة الثقافة والاتحاد الدولي للأدباء والشعراء العرب. اهم، وعلى هذا الشيء بالمناسبة عندي ملف نتاع حقوق الإنسان اللي غادي نتعامل معه مع الأمم المتحدة إن شاء كوني الله. عضو ثم. اهم، ونصيحتي لكل شاعر انه لا انه ما يعيش، يكون بقلب طموح برؤيه عميقه، مهما فشل عاود صح. الموت، الاصرار ثم الاصرار ثم الاصرار الى النجاح. هذه رسالتك لكل شخص يتابع فينا أكيد. عنده حلم وموهبة لم تكن يدافع عليها لا تيأسوا، في الدنيا فيها عثرات ولكن نتعلموا من هذه العثرات. كنت سعيدة جدا بحضورك معنا في هذه الصبيحة، تعرفنا عليك على الشاعر والكاتب حكيم. طبعا نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مسارك، ان شاء الله كل هذه المشاريع تحقق مستقبلا، كل التوفيق. إذا مشاهدينا كان ضيفنا لهذا الصباح، تحية صباحية متجددة لكل المتابعين من داخل وخارج الوطن. جمعة مباركة عليكم جميعا مشاهدينا، ابقوا معنا ولا تغيروا المحطة لأننا متواصلين.